بعدين يجي من الحرب دي ويأسس تنظيم الضباط الأحرار، وتحصل أحداث تعجل بقيام ثورة يوليو سنة 52، من ضمنها أزمة الفدائيين وحريق القاهرة. وبالفعل تقوم ثورة يوليو ويتشال الملك ويتعين ابنه ويتعمل له مجلس وصاية. ولكن مصر سنة 1953 تتحول لجمهورية، ويبقى محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية، ويبدأ يحصل خلافات ما بين نجيب وما بين جمال عبد الناصر، وتحصل أزمة المنشية الشهيرة لما جماعة الإخوان حاولت تغتال جمال عبد الناصر، فيتقبض على المسؤولين عليها وبعض قياداتهم، فيكتشفوا أثناء التحقيقات إن محمد نجيب كان على علم بالموضوع ده، فيتحط تحت الإقامة الجبرية. وفي ناس تانية برضو بتقول إن جمال عبد الناصر هو اللي عمل المؤامرة دي عشان يقصي جماعة الإخوان. أنا عرضت لك وجهتين النظر عشان بس ما تقولش إن أنا بدلس أو كده. المهم يتشال محمد نجيب ويتعمل استفتاء، ويبقى جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر العربية، والكلام ده في 24 يونيو سنة 1956. وخد بالك قبل ما يمسك مصر عزيزي المشاهد سنة 54 وقع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا العظمى، وبريطانيا أجليت عن مصر، يعني لو جيت تبص هو اللي محرر مصر. المهم نسيت